السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعة البارت الثاني من الموسم السادس من مسلسل كوبرا كاي. وقفنا في نهاية البارت الأول على بداية البطولة، وبنشوف في البارت التاني ده بقى أحداث البطولة والمنافسات اللي بتحصل جواها. وطبعا المنافسات اللي بتكون خارج البساط بتكون أكتر بكتير من اللي جوه البساط. اتكلمت في مراجعة البارت الأول عن المشاكل الكتير اللي بقت موجودة في المسلسل بعد ما كان عندهم فرصة ذهبية إن هما ينهوا بالموسم الخامس اللي كان قوي جدا وكان بنهاية حلوة قوي. هما قرروا إن هما يجددوه الموسم سادس وأخير. المهم ما علينا، لو عايزين تعرفوا المشاكل اللي كانت بتواجهني فممكن ترجعوا لمراجعة البارت الأول اتكلمت عنها بالتفصيل. خلينا دلوقتي في البارت التاني. المشاكل اللي اتكلمت عنها برضو ما زالت موجودة معانا، ولكن ممكن نلخص الموضوع كله في حاجة واحدة بس، إن هو في حالة من عدم النضج موجودة بالنسبة للشخصيات بتاعتنا، سواء الشباب وحتى الناس الكبار المفروض ان هم عاقلين وفاهمين برضو بيعانوا من نفس حالة عدم النضج دي. الشباب هنا برغم ان هم كبروا خلاص ويعني بيختاروا اصلا الكليات اللي هم يدخلوها، لكن المسلسل مازال مصر ان هو يعملهم كاطفال، مازال مصر ان هو يبينهم ان هم ما عندهمش اي شخصية وبيتغيروا اصلا كل دقيقة، ويعني عندهم مشاعر مرهفة وحاجات اللي هو خالية من العقلانية تماما. يعني تلاقي ان في شخصية يقولك لا ده ضدنا، ده عدونا، رك ما موقف بس حلو يحصل من الشخصية دي، لا ده حبيبنا اخونا وتعالى. ففي حالة من عدم النضج، واللي زاد بقى هي تصرفات الشخصيات الكبيرة اللي طبقا الاصل من الشخصيات الشابة اللي موجودة معانا. طب دول شباب ممكن نقول ان هم لسه في بداية حياتهم يعني، انما انتوا كاشخاص كبيرة ايه العذر بتاعكم؟ ودي الجزئيه اللي بتبينها نهايه البارت التاني، بتبين لك قد ايه الناس دي ناس غير مسؤوله. يعني اللي هو انتوا كنتوا عايزين الامور توصل لايه وانتوا ما بتعملوش حاجه بقالكوا كام سنه، غير ان انتوا ماسكين بعض المراهقين عمالين تحشوا دماغهم بافكار سوداويه وعمالين تقووا الجانب الشرير جواهم. فيعني انت منتظر ايه لما تمسك شاب مراهق معدوم الشخصيه تفضل تشحن فيه وتديله طاقة سلبية؟ انت منتظر منه ان هو يبقى وزير الصحة؟ ما اكيد زي ما شفنا كده في النهاية. للأسف المسلسل عنده حالة من عدم النضج وعنده حالة من عدم احترام دماغ الناس اللي بتتفرج عليه. ان الناس اللي بتتفرج عليه يعني المفروض ان هم ناس كبيرة. حتى لو انا كنت صغير يا سيدي مع اول موسم نزل ليك، انت اول موسم نزل في 2018 فعدى 6 سنين، يعني ممكن برضو لو انا كبرت ونضجت برضه، فانا الحمد لله كبرت وبقيت ناضج. انت ليه مش عايز تكبر وتبقى ناضج انت كمان؟ ولكن خلونا نتكلم في بعض الايجابيات عشان ما نبقاش واخدين المسلسل كله سلخ سلخ سلخ. لو انت الكلام اللي انا اتكلمت فيه كله ده مش فارق معاك وعادي بالنسبه لك، انت عايز تتفرج على اجواء كاراتيه وهتستمتع، فيعني هتستمتع. الاجواء اللي موجوده هنا ما زالت ممتعه، الريتم بتاعنا سريع والقصه بتاعتنا ماشيه بوتيره سريعه ومفيش اي ملل ولا اي دروب بيحصل في الريتم. فانت لو بتتفرج على اجواء استمتاع بالكاراتيه فانت هتستمتع، لان المسلسل طبعا فيه مشاهد قتاليه ياما، فيه جانب كوميدي برضو المعهود عنه مازال موجود معانا، وكمان في برضو حاجه يعني الموسم حاول برضو يعملها، حاجه من ضمن الايجابيات اللي لازم ننصفه فيها، ان هو عمل تجديد دماء للشخصيات اللي موجوده واظهر شخصيات جديده معانا، وحاول يعني ان هو يعرف انت تجديد دماء للمسلسل. ممكن لما نضيف ناس جديده معانا للقصه يعني يكون في تطور افضل. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. بالنسبه للمشاهد القتاليه فما زالت برضو ممتعه، ولكن هي اقل جوده من المواسم اللي قبل كده. في البارت ده بقى لما البطوله اشتغلت وشفنا ناس كتيره قوي بتلعب كاراتيه، فساعتها لو ركزت هتلاحظ قد ايه ان الناس التانيين اللي جم اللي هم الاشخاص الجانبيه دول اكيد ناس محترفين في المجال، فهتلاقي فرق رهيب بين الحركات اللي هم بيعملوها وبين الحركات اللي بيعملوها ابطالنا اللي هم في الاول وفي الاخر ممثلين. لكن مش دي النقطة، يعني ممكن دي حاجة محدش ياخد باله منها وممكن ما تسببش مشكلة لأي حد. لكن بقى الحاجة اللي المسلسل كان ناجح فيها قبل كده هو انه بيجيب لك واحد زي كريس عنده 80 سنة بيبين لك مشاهد قتالية ليه، يعني بتشوفها هو اللي بيشتغل، يعني هو اللي بيعمل المشاهد القتالية دي، مش هتحس ان هم جايبين حد تاني بيعمل انه هو. المهم ان كريس بقى كان ليه مشهد قتالي في حلقة من الحلقات المسلسل ما قدرش ان هو يعمله اخراجيا بالصورة اللي هو كان بيقدر يعملها كل مرة، لا المرة دي بقى يعني بان يعني الراجل هو عارف بيجي يضرب بالايد اللي هو مش عارف يمد ايده. انت راجل كبير في السن حضرتك، ممكن لو مد ايده دي اللي هو يجيله خلع في الكتف، ممكن ما يعرفش اصلا يكمل معاكم باقي الحلقات اللي انتوا عايزين يعملها.
فدي واضحة بقى، دي حاجة كان المسلسل بيقدر إن هو يعملها بشكل كويس إخراجيًا، البارت ده هو فشل فيها تمامًا. أما بالنسبة للأداء التمثيلي فأعتقد إن الكل عنده إجماع إن الأداء التمثيلي هو مش أفضل حاجة موجودة معانا في المسلسل. الوحيد اللي على مستوى الشخصيات بيحاول إن هو يعمل أداء تمثيلي كويس هو ويليام زبكة، هو لغاية دلوقتي هو يعني لسه مش مخلّص أداء تمثيلي، لسه عنده بعض الحاجات اللي ممكن يعملها، اللي لمّا خَد بعض المواقف التمثيلية قدر إن هو يعملها بشكل كويس. ولكن في أشخاص كتيرة موجودة معانا هم مخلّصين تمثيل حرفيًا، يعني عندك رالف ماتشيو الراجل ده هو مخلّص تمثيل أصلًا من بعد الثلاثية اللي كانت موجودة وهو شاب، وهو أصلًا هو مفروض على المسلسل عشان هو كان البطل بتاع الأفلام القديمة، اللي هو مش هينفع نعمل مسلسل من غيره، لما أعتقد إن لو كان في فرصة إن هو يتعمل من غيره كانوا هيروحوا يجيبوا أي حد تاني ويكمّلوا بيه. فمش عايز أقول هو بارت تاني مخيب للآمال، لأ هو ادّى لك الأجواء الممتعة عادي اللي هتتفرّج عليها من غير ما تحس بأي مشكلة. الحلقة تقريبًا متوسطها نُص ساعة وهو 5 حلقات، فهو كلّه على بعضه ممكن يبقى فيلم كبير مش هيسبب أي مشكلة. ولكن أنا بالنسبة لي أنا بس الزعلان منّه إن أنا كان نِفْسي يخلص بالموسم الخامس عشان كان موسم قوي، كان ممكن ينهوا الأحداث عنده، ولكن هُم قرروا إن هُم لأ لازم هنكمّل ولازم هنعمل شغل تاني، فالعملية ضربت منهم شوية، ولسه كمان في فيلم هيتعمل، فيعني مش عارفين العالم ده هيكون رايح بينا على فين بالضبط. وبس كده أعزائي المشاهدين يكون خلص فيديو النهارده، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتأكدوا إن أنتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله. سلام عليكم.